السلام عليكم بنات، السلام عليكم صحباتي الزوينات، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد الروز كيوجد خفن زربن. يمكن لكم تحضروه للعشاء او للغدا. هو وجبه خفيفه، واش غادي نقول لكم تيجي زوين في المذاق بزاف ودغيا دغيا كيوجد. عندي حبه ديال الخيزو، حبه الكورجيت، حبه ديال الفلفله، كاس ديال الروز كلاصي، وطريف ديال صدر الدجاج، وحبه مطيشه وحده. كناخذ واحد الطنجره اللي كنوضعوا فيها شويه ديال الزيت نباتيه، وكنوضعوا عليها ديك الفلفله اللي قطعنا مربعات، وخيزو القرعه حكيتهم في الحكاكه الغليظه باش كيعطيوني هذاك الشكل طولي. هنايا حكيت 3 د الفصوص ديال الثوم، وخديت داك الطريف ديال الستيك حتى هويا قطعته مربعات. صافي غادي نضيف كلشي في دقه واحده، وغادي نخليهم يتشحروا ليا مزيان. صافي هنا غادي من بعد ما غسلت الروز، كنت وقدتو تقريبا واحد 20 دقيقه. غسلته صفيته مزيان، خليته حتى تسقطر، حتى هو غادي نشحرو معاهم. صافي هنايا زدت التوابل، شويه الملحه، البزار، الخرقوم، السكينجبير، شويه التحميره، وضفت معاهم هذيك الحبه ديال المطيشه محكوكه. هنا البنات كنكون شحرت الروز ديالي مزيان حتى كيتشحر مزيان. صافي كنمرقو. من بعد ما مرقت صافي هنايا كنكون خليته طاب شويه حتى كيدخلوا الطياب. صافي كنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. وها هو الروز ديالي طاب. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، غادي تولي معتمده عندكم. بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينه ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش تابوناو في قناه فاتحه نين باش يوصلكم كل جديد. فضلا وليس امرا حبيباتي الغاليات.